الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشنا بريش كتاب الزكاة. قلتي المسألة الخامسة، يعني بابت بنجم في الأموال التي تجب فيها الزكاة، يعني درباري وان مالايا أبد كو زكاة دا واجب بيتا. چند جورة مالي هنا كو زكاة دا واجبة، أكتا فلان مال و فلان و بيوان هبيت زكاة دا واجبت بيتا. تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال. قلتي واجب زكاة بتدان اش بنج جنسيت مالي، بين جورو صنفت مالي، وهي أوجبنا. أولا قلتي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تتا قلتن بوكيش حيوانتا، وهي الإبل، يعني عشترا شيانير بيتان يا مي بيتان، والبقر تشيل نير بيتان مي، والغنم باز أو جتشي نبيتان يمي بيت. أفا واجب جوانا زكاة بتدان. هر کسی که جیل هبن حشتر هبید باز هبید، أفا زكاة في ماله هذا واجب وقت قد يهي تحدي زكاته، لقوله صلى الله عليه وسلم. أجبر قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناه بريب ما چه ديار بيم وقت بشتت بهيمة الأنعام، معناوش بليفان حيواناتا اكه هندك يديها بن زكاة تيدا واجب نهي. که مثلا مريش كتاي، مثلا ايكه بخواد جوره که دی حيواناتا، مثلا نعامه که چو جور حيوانات يا بخواب خدان تيات انشيل دفخا پیدا کرنه، زكاة تيدا واجب نه حسيه بلا چند بد، إلا اگر نيات اوي به تجارت بيت وكي عروض التجارة باش ديت زكاة اوي جدايا. لقوله صلى الله عليه وسلم. شبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل نينا كسك بيت خدان حشتر بيت، ولا بقر عن خدان چيلا بيت، ولا غنم عن خدان باز بيت، لا يؤدي زكاتها أو زكاة وانا ندت، إلا جاءت يوم القيامة. قلت إلا أف حيوانات تدرج قيامة إن أعظم ما كانت، يعني كانت دنيا داد كيش مرحلة خدا ات كيش عمر خداش همي وقتا مزنتر بوينه، و اسمنه ات كيش وقتی داش همي قلوتر بوينه. دين بوي شكلي مزن ات قلو تنطحه بقرونها، يعني بشاخد خوا دقوجا الفيكسي هنده، وتطأه بأظلافها ودش بتخشي دان نسر بمرو بهنه دي بلدان، كلما نفذت أخراها وده بنا الرئيس، يعني ده يدرش كنا بيلم هذه كنت ده قوتشال ده بيلين تو در باز بيتم. كلما نفذت أخراها وقت الرئيس خلاص بتوياد مايكيش دورا خاد كدن، عادت عليه أولاها، يا أولد الزفري تفا جار كادي ولكت، حتى يقضى بين الناس. أبدا حالي بيتن حتى حكم النفبر خلقي تتذكر، وطبعا حتى حكم النفبر خلقي تتذكر وقت يلا يدرجها في يوم وجه رب العالمين قلتي كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سال. يدوي النقدان، يعني واجب الزكاة فانجي بتدان هر دو پارادا، هر دو پارادا، هر دو پارا كشكن، وهما الذهب والفضة أو جيفا زيرا وزيبا، وكذلك ما يقوم مقامها من العملات الورقية المتداولة اليوم. وترى آوت كو جهاز روزي واجد كيرن اشوان بالت ورقي يد كاغذي المتداولة اليوم أبد كو خلق تداول وبازار بيتيت أفرو كذا، لقوله تعالى جبر قد ناخذ تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة أو كست كو زيروزي ودانا سالي كتيانا خزينة بخا، ولا ينفقونها في سبيل الله، ونا صرف كانت ريقا خذ تعالى دا يعني زكاة ويجينا، فبشرهم بعذاب أليم، تمسكيني بدوانا بعذابك بإيش. إذن فيجو في زيروزي والتعامل بينا تكيرن ويك بارا باب چه تكيرن بارا فيجو بجا هر بارا كي هبيتن، چه دينار بيت يان دولار بيت يان يورو بيت يان جي ليرة تمنى، هر بارا كي هبيت جهاز زيروزي واتكيرن هذا وقت جاشت حد زكاة في زكاة جبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
وقوله صلى الله عليه وسلم رأسا جبال قوتنا پیغمبری جی جبال قوتنا خوده و یا پیغمبری جی عليه الصلاة والسلام زكاة تزروزي ودا و تشتي حيوانات گرید واجبه وقت قوتي ما من صاحب ذهب نينا كسك هبت خدان زيرا بيدن يعني زير هبن ولا فضة نينا كسك هبت زيف هبدن لا يؤدي منها حقها أو حق وانا جندر يخيدن يعني الزكاة جندر يخيد إلا إذا كان يوم القيامة إلا وقت كنت بيت رجاء قيامته صفحت له صفائح من نار دبو بنا هندي بارچت آيري هندي بارچة يت آصني وده دان سر آيري فأحمي عليها ده سر ايتا شاراندن في نار جهنم يعني آير جهنم ده اف پارچه تهت آصني يعني زيرا ده بحنكن وقت وكي پارچه قمزن آصني زيوه وصا و پارج ده هر بيده پارچه آصني نه إلا زيرو زيب بيدن ده دان سر آير جهنم و شارين فيكوى بها جنبه ده ان يوي به داخكن وجبينه وطنشتوي وظهره وكيردي بشتوي أبجن علماء الصاد بجن يعني بوشو صافي تسلسلها قلت چونكي وقتی اگه زکات خاصی تن و زکات ماده ده واجبه و تناده تا اول جار نافچاوت خود لیتی ایگره یعنی یا خواه قلت اکمین تش جهنمی ده قلت او بيد شاراندن او انیت الفقیره که کریه گره و ماده و تناده قلت بشینگی تده تانشتا خوده ده بزوره بشینگی ده او تانشتا ده داخل کرن و ظهرو پاجی پشت خوده ده چه او پشت جیده ده داخل کرن كلما بردت ردت علي له قلت هندي صار ببيتن اف طانا كهاني اف ايجر اصني هاني بكوش بولي تشيكر ودنا سر ايجر جهنمي ردت له دبن دون سربه جورا قلت شارينا في يوم كان مقداره 50,000 سنة أفدت روجة كده حالي أو بيتن أف روجة درجهية و 50,000 سالة يا عروض التجارة يعني او تشت كتنا عرض كرن بردست كرن بو تجارت بكرنه بو بازار كرنه هر تشكي خدام بدانيتن بمرم تجارته زكاة ده واجبه اگر گشت حد زكاته وجا افتشي هر تشكي هبيتن حيوانات بن مثلا قماش بيتن متاك دكانك سيارنا هر تشكي هبيتن دانا بيت بو تجارة زكاة تدا واجبة حتى قطعة أرض زكاة تدا واجبة عروض التجارة يعني. وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح قلت هر تشكي عروض التجارة شتشتا قلت هر تشكي هاد بيتا برهف كرن بو كرينو فرودنه تا داناوير تا عرض كري بو كرينو فرودنه لأجل الربح تجبرن ده فايدة جبكي لقوله تعالى جبر قلتنا خده يا أيها الذين آمنوا قال أويت هوا إيمان إناي أنفقوا هين بنفقنا من طيبات ما كسبتم شوي رزق حلالها وبكسبت وخب دس خب إناي فقد ذكر عامة أهل العلم بربترش أهل علمي ادبيجن أن المراد بهذه الآية مقصد في آياتها زكاة عروض التجارة مرمجة چيه؟ زكاة عروض التجارة او بخوتش نص صريح نهاضنا القرآن دا انجد حديث دا بحث عروض التجارة هاد بتكرن كوتو زكاة جبته بس اجماع صحابي السر ويك افواتها هو صاتت جهشتن قام بحث عروض التجارة وبش يجي الصحابي اجي عروض التجارة زكاة جداي وكريار اخا وكسي جي انكار يدينا كريا سر بكريار هنه وهر تشكل نفس صحابي ده هاتا كرن وبلاوه بهمي بحسيان وكسي این کار نکرد بیت اجماع بیت ای دنگی و اجماع جی ایکش دلیل شرعیه استدلال بیت تکرد یا چاره الحبوب والثمار هراسا اوجی زکات دا واجب اگر خدانی هبن حبوب و ثمار حبوب و ثمار چه تشتن قد الحبوب و حبوب اونا كل حب هر حبك هبيت حب بحث دندكك يعني بجاف دندكه هنه یا جهی بیت یا گنمی بیت
يعني حب دخلودان ببارا بتر بوشانه تدقوتن حبوب دخلودانه كل حب هر دانه كي هبيتن مدخر يعني هاد بيتا راكرن مروف شيت راكتن مقتات يعني مروف شيت قيت كتا قيت خارنا شوي شيكت مثلا دنانه بخواجه شيكي دي خوي يعني مروف شيت خارنا جي شيكتن بيتا قيت مروفي وي خارنك من شعير اش جهي وقمح وجنمي وغيرهما وش غيري فانجش دخلوا دانا وقتكو تبشي راكي ونخرة بيت ومروف شيتن خوابي راجريد وكي خارن بخواب خارن جي شكيت أبا بجني حبوب زكاة دا واجبه والثمار هروسة فقه جدا ثمار شيا وهي التمر والزبيب قصب وميويش قصب وميويش يعني قصب بحسابة هشكيا قصب هشك چونکه تو شیوان راکی اما طر ده خراب بید زکات دا واجب نه بس اگر ده شکر قصبت ویگاوه ممکنه تو ده بخواد شی راکی و تو شی ببجی و هر راسا زبیب بحثه میویشه پشتی که تری تیانه میویش اما تری بخواه تدان نه بس اگر تکر میویش و جاش حد زکاته تجده لقوله تعالى جبال قلنا رب العالمين ومما أخرجنا لكم من الأرض هرصهين شفيجي بنفقنا أو كما بوها ودري خستش عردي دخلوا دان وأفق يعني عردي ذات كبدا وقوله تعالى جبال قلنا خده وآتوا حقه يوم حصاده يعني هين زكاة ويبدن رجاء درينه ورجاء جنينه هنجي زكاة السر تواجبته شحبوب الثمار بدأي وقوله صلى الله عليه وسلم هرصا جبر قدنا پیغمبريجي عليه الصلاة والسلام امد بجين زكاة حبوب وثمار دا واجبة دخل داني وفاقدا وقت قوتي فيما سقت السماء او دخل دان او فاقي ميويجو قسبتا اوكو هاتي افدان عسماني يعني بيفيا آفد بارانا بيه آفا بارانا والعيون و پیویا گانیا و یعنی گانیا که آویار ویده هی تو همو برد سر و تت آفتان او کان عثریا آنجی عثری بید عثری او عرده بربسیه اما او درامت برهد خواه برهد خواه و آوی بخواه هل کشیدن چشوان جوره هنه هبیدن گوتی ده چند جدی العشر ده ايكي ده يعني اگر جنمته جهته رزته قصبته بيفيا بارانا ونه آنکان یا کالوری همود بردن سر آنجی او جهیب آوه همه بخواب خواهد کشیدن گود بيفيا تو وقت زکاتش ده تو ده ايكي بده ده ايكي يعني شن صاده 10,000 100,000 10,000 نه اکی زکات پاره شدیه دونیدن نه صاده 10,000 مليونه که 100,000 قلت وفيما سقي بالنضح اما اوت افضل بالنضح نضح يعني تدي شي اوه ده شني بيره تدي لدي يانجي اوه ديره تدي وکشی تدي چپ حشتر هنگی ابو وگو بب سیاره تدي چپ سوندکی وکشی و تو بر مثلا بیادف آنج دی بخواه مثلا تانکه که دانه ده هر جار این آوه که جدا و ده بوی آوه ده مصرفه که یعنی گود نصف العشری ده نیوا ده ایکه دی نیوا ده ایکه صاده پنجه چونکه ده ایک مکود صاده ده نیوا ده ایکه صاده پنجه ده ایک یعنیش ده ها تو ده ایکه دی اگه تو 10 تانکاب دانه ده چند تانکا دی؟ ایکه اگر 10 گینیک بن چند دی؟ گینیک ایکه اگر 10 کیلو بن هر کیلو ایکه 10 کیلو ایده با نیوا ده ایکه چنده؟ 5 هرش 5 تو ده ایکه دی معنوه اگر 5 کیلو ده 5 ایکه دی اگر 5 تانکه نه هر 5 تانکه ایده او به شکل هنه و ساعتی عدالت رب العالمین يعني او بشه قلت مصرف لنا كده زحمة فيرانا بري أعطيت أفضل تدي حقيقة أما أجر مصرف لنا كده زحمة سحتي بوتا يكيم ترليجر نيفي ليجر يا بنجي أخيرا المعادن والركاز
زكاة وان دو جوري تهيت مالي جيدا واجبة، معدنا وركازه. معادن چيه؟ قلت المعادن هي كل ما خرج من الأرض، هر تشتكي درك بتنشعردي مما يخلق فيها، او تشتكو النفع عردي دا تشير بيتا شعردي دا رخي او بخوش نفع عردي دا يتشبي من غير واضع بيكو ايكي كربيتا تويرتا، بيكو ايكي كربيتا دا خزينة كاودانا وير نبنا في معدن تشتكي هم نفع عردي بخوا دا يتشبي خلقيته هي وصايا تدي بخوين يداري مما له قيمة، يعني قيمته خويا هي كالذهب بنو مناد شوي تبارك يزردد من الأفعال ده، والفضة زيفا مثلا يتشبي شكيفتا كده تايديتي، والنحاس ينجي مثلا نحاس بقدر قيمته مثلا وغير ذلك وغير فانشي. طبعا هذا زيرو زيف وغير فانا وقت قلت ده مثلا بقى نفتهي مانا نفس جي معدنه كان اشعار نفع عرض دا چه بید قیمت خواه هی وقتی تا داره بید بیا چند بید بیا زکات جه بیدادن زکاتش وی نفتهانه بیدادن آنجی هر شکلی مثلا الماسا که شکل بقدر و قیمت تشعر دینا داره نکو تا بخواه کری آن تا بخواه اینا نه تا دیتا فش نفع عرضی دا زکات دا واجبه. والركاز يجي زكاة دا واجبة. الركاز شيء هو ما يوجد في الأرض أو يكون نفع عرديدة هي من دفائن الجاهلية، اش خزينة جاهليته يعني بري إسلامتي أف خزينة هاتنا بن أخ كرن بن عرض كرن تشوي تبسل هلبي تديتن بخا هنجي زكاة فيج دا واجبة. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز وقلت وقتها بيجين زكاة معدنا دا وركازة دا واجبة عموم قوله تعالى، يعني قلنا خديه چونكي قلنا خديه يشتيه ركاز ومعدنا جيب خبطيت وقت قلتي أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني هم بنفقين شوان حال تشتي حلال أبيكو هوا بكسبات بدس خبيناي ومما أخرجنا لكم من الأرض وأوي ما بوش عردي دار يخص إذا انت فيش عردي دار يخص بيتو جيب نفقينا. قال الإمام القرطبي في تفسيره، إمام القرطبي تفسير خدا أدبجتا يعني النبات يعني نباتة ما قلت نبات ما بحثتشيا دخلوا دانيا وفيقيا وتوى المعادن والركاز معدنا والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم أجبر كتنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، يعني الركاز وقت تديتها خزينة كجاهليتها تدي بينش ايك جدي قلت وأجمعت الأمة وأمت همي يا ايك دنك بوي ما قلت بينش ايك چنده شبنجا ايك تو در قیمت که بهایی چنده هر 5000 ايك اوصى قلت وأجمعت الأمة أمت همي يا ايك دنك بوي على وجوب الزكاة في المعادن وزكاة المعدن أو تشج بن عادتها در خصن واجبها. والحمد لله رب العالمين.